رمضان كريم متابعينا أينما كنتم، ومرحبا بكم في أول حلقات بودكاست نصائح تجميلية. في أول حلقة غادي نتكلموا فيها على كيفاش نحافظوا على تألقنا في شهر رمضان الكريم، وشعار هذا الفيديو هو نطهروا روحنا وجسدنا وبشرتنا خلال شهر رمضان المبارك. فالشهر رمضان وقت مناسب باش نقيموا حياتنا والعمل على تحسين أنفسنا وعاداتنا. والآن وحنا في بداية هذا الشهر المبارك كنحيو هذا الشهر الجميل بقلوب مليئة بالامتنان والسلام والفرح، وحنا كنستعدوا لاستقبال شهر رمضان المبارك بشغف. من المهم يكون عندنا إدراك الأهمية العناية بالبشرة ديالنا، ولهذا السبب غادي نقدم لكم في هذا البودكاست معلومات شاملة ومهمة للحفاظ على روتين صحي ومتوازن للعناية بالبشرة باش نستقبلوا رمضان والبركات ديالو ونستعدوا للاحتفال بالعيد بنفس القدر من الحماس والإثارة. شهر رمضان هو شهر مقدس عند جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، كنحتفلوا به من خلال الصيام والصلاة والأعمال الخيرية. رمضان هو وقت التأمل الروحي وتحسين الذات، كيسعى فيه جميع المسلمين لتقوية الإيمان ديالهم وتحسين شخصيتهم. كما أن الصيام خلال شهر رمضان عنده مجموعة من الفوائد الصحية العديدة، منها إزالة السموم وفقدان الوزن الزائد. صيام شهر رمضان كيصنع العجائب لصحتنا الجسدية، كيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكيخفض لنا نسبة الكوليسترول، وكيقلل من الالتهابات في الجسم، كيجعلنا أكثر نشاط وتألق، وكيحسن صحتنا بصفة عامة. شهر رمضان كذلك هو الوقت المثالي لإيقاظ الوعي الروحي، فمن خلال الصيام كيمكن لنا نركزوا على ذاتنا الداخلية، كنصبحوا أكثر وعي بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي كنعززوا إحساسنا العام بالسلام والطمأنينة. كذلك الصيام خلال شهر رمضان مفيد للغاية لصحتنا العقلية والنفسية، كيساعدنا باش نقللوا من التوتر والقلق، وكنعززوا الشعور بالهدوء والسلام، كنحسنوا صحتنا العاطفية والجسمانية، كيجعلنا شهر رمضان منتعشين ومتجددين من الداخل. واكيد الصيام كيحسن لنا النظام النوم الخاص بنا، من خلال تحسين النظام اليومي كيمكن لنا نساعدنا الصيام على النوم بواحد الشكل اسرع والاستمتاع بنوم عميق باش نفيقوا في الصباح منتعشين ونشيطين. وما نساوش الاجواء الرائعه واللي هي الطقوس الافطار مع العائله او الاصدقاء، كنعززوا الروابط الاسريه والاجتماعيه، كنعززوا الشعور بالانتماء للمجتمع، وكنمنحوا السعاده اللي كتمنحها لنا المشاركه العامه. فعلاش ما نستفدوش من هذا الشهر الكريم ونختبروا الفوائد ديالو الرائعه للجسم والعقل والروح. من المهم ايضا نتعلموا كيفاش نحافظوا على الصحة العامة ونعتنيوا بالجسم ديالنا. ولهذا في هذا البودكاست نقدم لكم أفضل نصائح للحفاظ على صحتنا وتألقنا من الداخل والخارج. وأول فقرة معنا في هذا البودكاست هو كيفاش نعززوا جمالنا الداخلي خلال شهر رمضان المبارك. فمن المعروف أن خلال شهر رمضان الكريم كنصوموا لواحد الساعات من شروق الشمس حتى الغروب ديالها. يمكن هذا الشيء يأثر على الجسم ديالنا وبالتالي كينعكس على البشرة. كيف يمكن كذلك الجسم كما يمكن أن يصاب الجسم بالجفاف خلال فترات الصيام، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وتقشرها. وغالبا ما كتختلف أنماط النوم ديالنا في هذا الشهر الكريم، ما قد يؤدي إلى ظهور الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين. فلهذا من الضروري نحافظوا على الرطوبة ديال البشرة ديالتنا ونغديوها باش نحافظوا على الصحة ديالها والحيوية ديالها.
فالعناية بالبشرة ديالنا خلال شهر رمضان لا يقل أهمية عن العناية بصحتنا العامة. فمع اتباع الروتين الصحيح واستخدام المنتجات المناسبة يمكن لنا نحافظوا على البشرة ديالنا آه، بشكل صحي متوهج وجميل طوال شهر رمضان. فلهذا فاش نكونوا كنركزوا على تنقية الروح ديالنا خلال هذا الشهر المقدس ما نساوش العناية بالبشرة ديالنا ايضا. فمن المهم اننا نقدموا واحد العناية اضافية للبشرة ديالنا خلال هذا الوقت من خلال الحفاظ على رطوبة ديال البشرة، اتباع نظام غذائي صحي واستخدام منتجات لطيفة للعناية بالبشرة. فالجفاف كيؤدي لظهور تجاعيد وحب الشباب. فمن المهم اولا نحافظوا على ترطيب البشره ديالنا ونرطبوها باستمرار خلال شهر رمضان. نتابعوا روتين جيد للعنايه بالبشره لانه هو المفتاح الأول للحفاظ على بشرة صحية خلال هذه الفترة. نحرص دائما على استخدام منظف لطيف ما كيزوج لنا الزيوت الطبيعية اللي متواجده في البشره ديالنا، ونستخدموا دائما مرطب لطيف باش نهدئوا ونغذيو البشره الخاصه بنا. من ضروري كذلك نستعملوا الواقي الشمسي لانه جزء من روتين العنايه بالبشره. يعني واخا نكونوا غنخرجوا لواحد الفتره قصيره من الوقت فنختاروا منتجات المكياج اللي ما كتسببش لنا انسداد ديال المسام والخاليه من الكحول والمواد الكيميائيه القاسيه اللي يمكن تهيج لنا البشره. نتجنبوا استخدام الغسولات او المقشرات القاسيه لانها يمكن لها انها تهيج لنا الجلد، ونختاروا المنتجات اللي كتضمن مكونات مرطبه بحال الجليسرين. ما كتقتصرش العنايه بالبشره في رمضان على الحفاظ على البشره جميله فحسب، بل كيتعلق الامر بالعنايه الذاتيه وحب الذات. يمكن يساعدنا تخصيص الوقت العنايه بالبشره على الشعور بمزيد من الثقه والسلام خلال هذا الشهر الروحي. بالاضافه لذلك يمكن يساعدنا او عفوا يمكن تساعدنا الرعايه الذاتيه في تقليل التوتر وتعزيز الصحه العقليه، وكيساعدنا كذلك على تقويه الايمان ديالنا والشعور بالمزيد من الخشوع خلال شهر رمضان المبارك. طهر قلبك وحافظ على صحتك في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الصلاة والتأمل، إنه وقت التواصل مع الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في المجتمع، وهو أيضا وقت للتركيز على الرعاية الذاتية، وهذا يعني الاعتناء بالجسد والعقل والروح. في البداية كيبان لنا الرعاية الذاتية خلال شهر رمضان شيئا ما مختلفة مقارنة بالأوقات الأخرى طيلة السنة، لأن فترة الصيام كتشكل لنا واحد التحدي، وكذلك العناية الذاتية كتشكل لنا تحدي. فمن المهم أننا نتفكروا أن الرعاية الذاتية ممكنة وضرورية في هذا الوقت، ويمكن تكون نقطة البداية هي تناول الغذاء أو اتباع نظام غذائي مناسب. اتباع نظام الأكل الصحي وتناول الطعام الصحي مهم جدا خلال شهر رمضان، لأن يمكن يؤدي لنا الصيام أثناء النهار الجفاف والإرهاق ونقص الطاقة، خاصة في الطقس الحار ومع عوامل العمل والسهر وغيرها. لذلك من المهم تناول نظام غذائي متوازن ومغذي خلال ساعات الإفطار لمساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات الطاقة والبقاء بصحة جيدة. فعند الإفطار يوصي الأطباء بالبدء بتناول التمر والماء، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. من المهم أيضا أننا نحافظوا على ترطيب الجسد ديالنا عن طريق شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مثل عصائر الفاكهة وماء جوز الهند وشاي الأعشاب وعصائر الخروب وغيرها. يجب كذلك تناول الأطعمة
اللي كتضمن لنا نسب عالية من الألياف، ونتجنبوا الأطعمة اللي كتضمن نسبة عالية من السكر، الملح، الدهون الغير الصحية، لأن يمكن تؤدي لنا الجفاف ومشاكل صحية أخرى. بدلا من هذا نركزوا على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. وما نساوش أن النظام الغذائي المتوازن ضروري للحفاظ على شكل وصحة البشرة. فوائد نصائح جمالية للتألق في شهر رمضان. وأول نصيحة هو الحصول على قسط كافي من النوم. يمكن يكون الصيام مرهق للجسم، فمن الضروري الحصول على قسط كافي من الراحة. نتأكدوا أننا كنعسو بكري، وأننا كنعسو ما بين 7 حتى 8 ديال الساعات كل ليلة. ثاني نصيحة وهي إدارة التوتر. يمكن يكون شهر رمضان وقت مرهق لكثير من الناس على حسب طبيعة عملهم، لذلك من المهم نمارسوا واحد التقنيات ديال إدارة التوتر، بحال التنفس العميق، تلاوة القرآن الكريم، والصلاة والتأمل واليوغا. يمكن أيضا أخذ فترات راحة خلال اليوم للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة، كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال التسبيح والاستغفار وغيرها. ونحدد أهدافنا لهذا الشهر المبارك من خلال ختم القرآن الكريم. وثالث نصيحة معنا هي تناول وجبات صحية عند الإفطار. كتساعدنا تناول وجبات مغذية على البقاء نشيطين طوال اليوم. ندخلوا الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي ديالنا. نتجنبوا الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية. رابع نصيحة هو العناية بالبشرة ديالنا. يمكن يسبب لنا الصيام الجفاف اللي كيؤدي الى جفاف البشرة، لذا من المهم ترطيب البشرة ديالنا بانتظام، نحميوها من أشعة الشمس خصوصا أثناء النهار. خامس نصيحة وهي نمارسوا الرياضة بانتظام خصوصا قبل الإفطار. يمكن تساعدنا ممارسة الرياضة في تحسين الحالة المزاجية ديالنا، وفي إدارة التوتر اللي تكلمنا عليه من قبل، وكذلك تحسين مستويات الطاقة. المشي السريع ولا اليوغا كتعتبر واحد الخيارات رائعة لممارسة بعض التمارين. وأهم حاجة هي ما نساوش الصلاة 5 مرات في اليوم أثناء الصيام، وهي الفائدة الأولى للروح ديالنا. سادس نصيحة واللي هي نتواصلوا مع الأحباب ديالنا. رمضان هو وقت التواصل مع الأحباء وتعزيز العلاقات. ناخذوا الوقت الكافي باش نتواصلوا مع الأصدقاء ديالنا، العائلة بصفة عامة في هذا الشهر المبارك الجميل. وسابع نصيحة واللي هي الفوائد الروحية. الصوم في رمضان هو في الأساس ممارسة روحية، هو فعل كيتقرب به المسلمون من الله سبحانه وتعالى. كيساعدهم الصيام على التركيز على إيمانهم والتفكر في أفعالهم والاستغفار عن خطاياهم. تجاوز الله عنا وعنكم. ونتكلموا على الفوائد الجسدية. ثبت أن للصيام فوائد جسدية مختلفة، بحال فقدان الوزن بالنسبة للناس اللي عندهم خطة باش ينزلوا الوزن. كيحسن كذلك التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب. ونمشيو للفوائد العقلية. فللصيام فوائد عقلية رائعة بحال تحسين التركيز، تقليل التوتر والقلق، زيادة الشعور بالسلام والطمأنينة. بالنسبة للفوائد الاجتماعية، فغالبا ما كيشارك المجتمع بأكمله في طقوس شهر رمضان من خلال التعاليم الإسلامية في هذا الشهر اللي كتحث على صلة الرحم والمشاركة والأعمال التطوعية. كيعزز الشعور بالتضامن وكيقوي الروابط الاجتماعية بين المسلمين. ومن بين المنافع الخيرية لشهر رمضان هو زيادة العطاء والأعمال الخيرية. كيتم تشجيع المسلمين على التبرع للمحتاجين والقيام بأعمال الخير وتقديم الصدقات. شهر رمضان هو وقت التجدد الروحي، ولكن أيضا هو وقت التواصل الاجتماعي مع العائلة والأصدقاء.
عند حضور الأحداث الاجتماعية كتبغي مجموعة من النساء تبان في أفضل الحالات ديالها. يمكن يساعد المكياج في تحقيق هذا الهدف، ولكن ما ننساوش أننا من المهم أننا نجتهد خلال هذا الشهر في تقديم أنفسنا بواحد الشكل متواضع، ونتجنبوا الافراط في استخدام مساحيق التجميل او المكياج. في هذه الفقره غادي نتكلموا على مجموعه ديال النصائح باش نختاروا المكياج المتواضع في شهر رمضان. اول نصيحه واللي هي نحافظوا على البساطه، فالمظهر الطبيعي والمكياج الخفيف هو الافضل في رمضان. نتجنبوا وضع كريم الاساس الثقيل، نستبدلوه بواحد المرطب لون البشره او بيبي كريم. نستخدموا بودره خفيفه باش نثبتوا المكياج واطفاء اللمعان الغير المرغوب فيه. نمشيو لمكياج العيون، نركزوا على ان العيون ديالنا نخليو المكياج في ادنى الحد ديالو، ونستخدموا لوحه ظلال ديال العيون بتدرجات محايده ذات ظلال ناعمه بحال البيج الرمادي الداكن او البني. نتجنبوا نستخدموا الرموش الصناعيه الثقيله او المسكره الكثيفه. لون الشفاه البسيط والطبيعي هو الافضل في شهر رمضان المبارك. نختاروا مرطب شفاه او احمر شفاه بدرجه لون محايده بمعنى اللي ما كيبينش، ولا نستعملوا اللون النيود ولا الرمادي. نتجنبوا الالوان الجريئه او الزاهيه اللي كتلفت الانتباه. ورابع نصيحه واللي هو احمر الخدود. يمكن احمر الخدود كيضيف لنا واحد لمعان في البشره ديالنا، ولكن في شهر رمضان نحاولوا اننا نضيفوا احمر الخدود الخفيف على الخدين، كيكون صحي للوجه، ونختاروا واحد الظل اللي كيكون قريب من لون البشره ديالنا. خامسا نصيحه واللي هي اللمسات الاخيره، دائما ناخذ معنا مجموعه ديال المكياج اللي كتكون صغيره باش هكذا نقدروا نصلحوا المكياج ديالنا اذا لزم الامر. مثلا تكون عندنا اوراق ديال التنشيف، مرآة مدمجه، بلسم الشفاه، وكلها امور ضروريه وبسيطه اللي خصها تكون في الحقيبه ديالنا وفي متناول ديالنا. او نتفكروا دائما ان شهر رمضان هو وقت التواضع والاحتشام. نتجنبوا الافراط في المكياج والاكسسوارات البراقه، ونوضعوا في عين الاعتبار أن هذا الشهر يجلب معه عدد كبير من الاحتفالات والتجمعات، وأكيد نبغيوك أنك تكوني بأفضل حلاتك. في الختام ولا آخر نصيحة هي نستغلوا ما تبقى من هذا الشهر الكريم بالصوم والصلاة والتأمل الذاتي باش نودعوا شهر رمضان الكريم بقلب نقي وعقل صافي وبشرة صحية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقات جديدة من بودكاست نصائح تجميلية.